ازاي تعرف عدد الكروت من صوتهم؟ واخيرا جزء الشرح. قبل ما ابدا اشرح عايز اعرفك ان الخدعه دي بتتعمل بمليار طريقه، بس الطريقه اللي انا بستعملها ملهاش علاقه بانها خدعه. انا فضلت اتدرب مع نفسي وجربت لحد ما بدات تظبط معايا وكملت على النهج ده. اول حاجه بتحتاج كوتشينه كامله، يعني يا 52 كارت يا 54 كارت. فرق بينهم الاثنين ان ال 54 كارت بتبقى كوتشينه كامله زائد الاثنين جوكر. تاني حاجه لازم تبقى متعود على ابعاد كوتشينه واحده، يعني الكوتشينه دي اسمها بايسكل ستاندرد. كل الكوتشينات التانيه اللي انا بستعملها نفس مقاسها بالظبط، مفيش اي اختلاف. تالت حاجة هو انك تبدأ تدرب ايدك على عدد كل مجموعة، بمعنى لازم تعرف ان ده كده كارت، لازم تعرف ان دول كده كارتين، لازم تعرف ان دول كده 3 كروت، وهكذا. تفضل تعيد الموضوع ده لحد ما تخلص الكروت كلها مرة واتنين وتلاتة. الموضوع محتاج تدريب عشان توصل انك تعملها بالطريقة دي. ممكن عادي تتعلم خدعة انك تعمل الحركة اللي انا عملتها في الفيديوهات، بس ميزة الحركة بتاعتي انها كلين. ومعنى كلين ان انت مش محتاج ترتيب معين، مش محتاج كارت عامل مش عارف ايه، مش محتاج بريك. انت بتاخد الكوتشينة بتفنطها حرفيا، تبدأ تعمل كده وتعرف الكروت كام. رابع حاجة لازم تبقى عارف ان نص الكروت 26 و26. فانا لو نزلت كروت وحطيت هنا الكروت هنا، انا تلقائي عرفت ان الشويه دول اقل من دول. الناس اللي كانت بتقول انت بتبص على الكروت، انا ببص عشان اعرف اقدر دول اكبر ولا اقل. صدقني يا سيدي، هي دي الحركه تماما. كل اللي انت محتاج تعمله عشان تتقنها انك تجرب وبس، تتدرب وبس، وتبدا كل مره تصحح غلطك. بمعنى انا عملت كده وقلت مثلا دول 20 كارت، وجيت عدهم لقيتهم 22 كارت، معنى كده ان الفرق كارتين. هات ورقه واكتب ان كده في فرق كارتين، وابدا المره اللي بعدها عيدها، بس حاول تزود كارتين انت كده، وابدا غير في الاعداد، ابدا صعبها على نفسك، ابدا اعمل مثلا كده، نزل بس شويه كروت كده. نزلت كام كارت؟ فهنا اكيد اكتر. طيب هنا اكيد اكتر بقد ايه؟ بص دول اكتر من دول، يعني دول فوق ال 26، يعني ممكن يكونوا حاجه و30 بس فوق شويه، فمثلا 38. بعد كده ابدا عد، لو طلعوا 38 كويس، انت بتتحسن. لو طلعوا اقل او ازيد بشويه كويس برضو. زي ما قلت لك سجل الفرق وعيد وعيد وعيد. الموضوع كله يا جماعه والله العظيم تدريب تدريب تدريب. انا لا ببص في مرايه ولا حد بيحسب لي ولا بحط على ميزانه ولا بقص كارت ولا بعمل بريك. الموضوع كلين تماما. متنساش تعمل فولو وسيف للفيديو ده، اوعدكم ان انتوا تشوفوا فيديوهات مش هتشوفوا زيها في حته تانيه خالص.